موضوع المكتبه طلع مش سهل. لا الموضوع كبير، ده اختراع. انا اول مره اعرف الموضوع ان انت تدي الطفل استيكه كل يوم عشان ما يضيعش الاستيكه الكبيره دي، استخدام يومي. ده كل ده العاب. ده ما يمنعش ان انا عندي جميع انواع الاساتيك لاي مستوى انت تتوقعه بكل انواعها والوانها. فبريكاسل معروفه دي بقى، دي قديمه معانا ماشي، بس لا عندي طلبه هندسه كنت بستخدمها في الدراسه دي بصراحه، بالوانها باشكالها. وما يمنعش ان احنا برضو لازم ندلع الولاد شويه يعني كده، والبنات كمان. دومز اساتيك بني وبيج، استيكه سندوتش استيكه تركي. ده غير الاستيكه الفحم اللي هي عباره عن صلصال مش استيكه، يعني دي استيكه فحم. دي فحم والوان الفحم كلها موجوده، عباره عن صلصال او لبان بتخفف بيه الالوان من فوق الفحم. هي مش استيكه بتمسح كده، خاصه بالناس بتاعت الرسم بقى، دي خاصه بكليات حضرتك مهتم بتفاصيل فعلا. لا انا ما دخلتكش لسه عند الروترنج واليونيبول والفبريكاسل، ما دخلتكش جوه. طب معلش يا مستر احمد، هل كل الناس اللي بتفتح مكتبات عارفه التفاصيل اللي حضرتك عارفها دي كلها؟